اليوم صوبت البوراك التركي كيجيو لذاذين مقرمشين. كنتمنى انكم تجربوهم. خليكم معي تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فبالنسبة للمقادير هنا عندي مقلاة اللي سخونة غادي نضيف ليها ملعقة من الزبدة أو معلقة ديال الزبدة، وعندي ربع كأس من زيت الزيتون. غادي ندوب الزبدة مع زيت الزيتون وغادي نضيف عليها بصلة واحدة. أنا هنا عندي بصل أحمر، ممكن أنكم تستعملوا حتى البصل الأصفر، يعني ما كاين حتى شي فرق. وكنخلط مزيان حتى كتشحر هذيك البصلة وكتطلق الماء ديالها. ها نتوما كيفاش كتشوفوا. من بعد من غطيح البصلة ديالي اولا كتطلق داك الماء ديالها كتقلى شويه. كنضيف هنايا قيمه 250 غرام من اللحم المفروم او الكفته. فكانت هنا عندي مجمده نحاول انني نفرتتها. غنضيف عليها نصف ملعقه صغيره من الملح، والملح دائما على حسب الذوق. عندي ملعقه صغيره من الثوم مجفف. كان ممكن انكم تستعملوا ثوم طريه، انا ما كانش متوفره عندي فاستعملت ثوم مجفف. عندي ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر مدخن أو لا البابريكا أو لا تحميرة. وعندي ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ما نكترش من الفلفل الأسود أو الإبزار. كنخلي هذيك الكفتة كتشرب هذيك العطرية ديال اللي ضفناها دابا. صافي غادي نحيدها من على النار. غادي نديرها في تبصيل على جنب، وغادي ندوز باش غادي نطيب لي زيبينار. غادي نضيف ملعقة من أخرى من الزبدة، وغادي نضيف زيت الزيتون، ربع كأس تقريبا من زيت الزيتون كيما كيما فاش قلينا الكفتة. غادي نضيف لي زيبينار اولا السلق، غادي نخليهم يتقلاو مزيان. هنا كانوا عندي مجمدين فحاولت انني نقليهم بشويه بشويه على نار شويه مهيله باش كيطلقوا داك الماء ديالهم حتى هما وكينشفوا من بعد. فكنخليهم يتقلاو بشويه بشويه حتى يطيحوا اولا كيتبالوا. من بعد ما تقلاو لي زيبينار اولا السلق غادي نرجع هذيك الكفته في الحشوه ديالي. نرجعها تقلى شويه مزيان مع لي زيبينار وتاخد ديك الطيبه ديال لي زيبينار اولا ديال السلق. وهكا كتكون الحشوه موجوده. انا ضفت اضافه عندي هنا جبن الريكوتا. ممكن انكم تستعملوا سوا الريكوتا اولا اي جبن عندكم للدهن. ممكن انكم تستعملوا جبن مثلثات، ولكن الوصفه الحقيقيه ديال البوراك التركي فيها الريكوتا، جبن الريكوتا. صافي كنقلي هادشي مزيان وكنطفي العافية على الحشوة ديالي، فهي دابا واجدة. غادي نخليها على جنب تبرد، وغادي ندوز نجبد الورق ديالي اللي غادي نعمر فيه. فغادي نستعملو بطبيعة الحال ورق الفيلو. فهنا عندي 4 ورقات ديال الفيلو دهنتهم بالزبدة بالزيت عفوا. كنحاولوا اننا ندهنهم غير بشويه بشويه لان ورقة الفيلو كتكون هشيشة ودغيا كتقطع. فكنحاولوا غير بشويه بشويه بهذا الشكل هذا. غادي ناخد الحشوة ديالي وغادي ندير مقدار يعني غادي ندير الحشوة على شكل طولي باش غادي نلفها من بعد. يعني غادي ندير في الأول مقدار 5 ملاعق هكا في كل ورقة ولا 6 ملاعق تقريبا. يعني أنا ما نخليوهاش خاوية، كتكون يعني معمرة. صافي كنبدا نلفها بهاد الطريقة هادي. صافي كنلفها وكنحطها على جنب، وغادي ندير واحدة أخرى. غادي ناخد 4 ديال الورقات ديال الباتفيلو. كما قلت غادي نحاولوا معاها غير بشويه لانها دغيا كتقطع. انا كنحاول انني نفرق بيناتهم، كنحط كنصاوبهم
غادي نعاود ندهنهم بالزيت، كنحاولوا معاها غير بشوية بشوية. فكنحاول أنني ندهنها كاملة غير بشوية بشوية. صافي كنبدا نضيف الحشوة ديالي على شكل طولي، يعني كنديروها على شكل بودان. بطبيعة الحال كتكون الحشوة ديالنا باردة، ما تكونش سخونة، سينو غادي تقطع لنا العجينة. صافي وكنبدا نلف هكا على شكل طولي. غادي ندير آخر واحدة، غادي ندهنها بالزيت. أنا هاد الحشوة ديالي عطاتني تقريبا 5 ديال لي بودان ديال لاباستيلو لي معمرين بالحشوة. أنا كانت هذه هي الأخيرة. كندير الحشوة على شكل بودان أو على شكل طولي. وكنبدا كنلفها بشوية بشوية بهاد الطريقة هادي. كانت هذه آخر وحدة، فغادي نديرها في الفرن اللي غادي يدخل غنديرها في صينية اللي غتدخل الفرن على درجة اللي يكون مسخن على درجة حرارة 180. غادي نخليها طيب تقريبا 30 دقيقة. هنا خصني نقطعها قبل ما ندخلها، هنا أنني ما تصورتش معايا أنني قطعتها. غادي ندير بيضة، وغادي ندير القليل من الحليب والزيت. هاد الخليط هذا هو اللي غادي ندهنو به لاباتيلو أو البوراك ديالنا. ما ندهنوش بالزبدة ولا بالزيت، ضروري أن ندهنوه بالبيض والزيت والحليب بهذا الشكل هذا. نحاولوا أننا ندهنوه مزيان حتى كيتشربوا هذيك السوائل. هنا كما سبق وذكرت أنه خاصني نقطعهم قبل ما ندخلهم للفران، فأنا ما تصورتش معايا، فكيجيو في هذا الشكل هذا. كنتمنى أن هذه الوصفة تكون نالت إعجابكم، فحاولوا جربوها لأنها كتستحق التجربة. شوفوا معايا كيفاش كتجي، كيجيو مقرمشين رائعين ولذاذ. جربوهم وردوا عليا الخبار في التعاليق. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.